احنا بندور على العربية المتروكة لسبرونكي. بص، هو بيتصل بيا، لقينا العربية المتروكة، بس ينفع نصلحها؟ أرجع العربية دي لسبرونكي ولا لأ؟ أهلاً يا أعزائي المشاهدين وأحلى المشتركين، اسمي سلاف وأهلاً بيكم في قناة مغامرات سلاف. وبصوا إيه اللي بيحصل. سبرونكي، جافين من سبرونكي في كاندي بوكس بيتصل بيا دلوقتي في الحقيقة. يلا نرد على المكالمة ونشوف هو عايز إيه. أهلا يا سلاف. أيوة، أهلاً يا جافين. سمعت إنك ساعدت بلاك. أيوة، أنا ساعدت بلاك. ممكن تستخدم الرابط ده عشان تشوف الفيديو اللي فات لإزاي ساعدت سبرونكي تاني. ده كان تصرف وحش منك يا سلاف، ليه عملت كده؟ أيوة، أنا آسف على كده، بس كان لازم أعمل كده. كان لازم ألاقي عربية النقل بتاعته بالطريقة دي. دلوقتي لازم تساعدني. أيوة، مفيش مشاكل، هساعدك. أقدر ألاقي أي حاجة أنت عايزها. لازم تروح للقرية المهجورة. القرية المهجورة، وهناك لازم تلاقي عربيتي. مفيش مشكلة. تمام يا جافين، هساعدك. ابعت لي الإحداثيات. تمام يا جماعة، عندنا مهمة جديدة. لازم نلاقي عربية سبرونكيز متروكة في القرية المهجورة دي. يلا بينا نبدأ مغامرتنا الجديدة. احنا ماشيين في الاتجاه الصح. بص، في قرية كده شكلها مهجورة لأني مش شايف حد فيها، لأن في الناحية دي أيوة عندنا كوبري. دي منطقة غريبة وكل الحقل ده فعلا شكله مهجور. فلو احنا ماشيين يمين، أنا بحكم على حسب الإحداثيات لازم نروح في الاتجاه ده. والعربية اللي بندور عليها لازم تكون في مكان قريب. يمكن لازم نعدي المنطقة دي وبعدين هنشوف العربية اللي بندور عليها. بس لسه ما عنديش فكرة العربية دي ايه، مش عارف هي فين ولا شكلها ايه، فده هيكون تحدي بالنسبة لي. يلا نكمل ونشوف لو في عربية هنا قريب، عشان الإحداثيات جابتني هنا بالضبط. ده كويس. بص، هي دي، أظن دي الحاجة اللي بندور عليها. يا نهار أبيض، ده جنان. العربية دي شكلها متساب زي القرية كلها. يا نهار أبيض، دي أودي متساب، وده جنان. فعلا قديمة، شكلها قديم ومهجورة شوية، بس برضو ودي أودي. أنا موافق. يعني خلاص العربية اتلاقت دلوقتي. أظن ممكن نكلم جافين ونقوله الأخبار الحلوة، صح؟ تمام، جافين من سترونك هو هيكلمه، صح؟ يا جافين، ازيك؟ ازيك يا سلاف، عامل ايه؟ أيوة، كله تمام. لقيت عربيتك اهي قدامك. طيب شكلها ايه؟ كله تمام؟ أيوة، شكلها متسابة شوية، في تلج كتير عليها، بس هبص عليها عشانك. ماشي؟ ماشي. مفيش مشاكل. طيب يا جماعة، دلوقتي لازم نبص على العربية عشان نفهم حالتها وإيه اللي بيحصل هنا. يلا بينا. يا نهار أبيض، أيوة، دي عربية ألماني حقيقية. بقالي قد إيه سايبينها هنا؟ معرفش. أيوة، كنت عايز أفتح الباب بس في مشكلة، مش قادر أعمل كده. الباب بايظ شوية، بس في شوية مشاكل في الدهان. ايوه طبعا هي مستعملة شوية، بس برضه أنا مهتم أعرف إذا كنا نقدر نخلي العربية دي تشتغل وتمشي. فالباب مكسور وأظن إنه مقفول أكيد يعني. بس بص، في ميزة، ممكن تعمل كده زي كده. أيوة كده إحنا نقدر نفتح الباب. أيوة، دي سهلة. واو، بص قد إيه ده جامد. ودي المفاتيح. يا نهار أبيض، المفاتيح عليها علامة أودي. ده جامد، ده رهيب. دي فعلا مفاتيح العربية دي. واو، الصالون شكله كويس. هو تمام بصراحة. أيوة، الصالون شكله حلو. المكان هنا ظلمة شوية بس برضو عاجبني، جامد جدا. أيوة، أظن دلوقتي لازم نتصل بجافيان ونقول له الأخبار.
تمام. ايوه جافين، اهلا تاني، ازيك عامل ايه؟ العربية حالتها مش كويسة، فيها شوية مشاكل، بس لقيت المفاتيح وده الخبر الحلو. بس هي عربية ألماني، يعني عربية جودتها عالية جدا. هشوف أقدر أعمل إيه ليك. حاول تصلحها لو سمحت. هحاول أصلحها وأرجعها زي الأول وأخليها تشتغل وتمشي. اعمل اللي تقدر عليه، أنا معتمد عليك. مفيش مشكلة يا جافين، هعمل كده. يلا نبدأ. يلا نصلح العربية دي. هنحط المفاتيح هنا. أيوة بتدخل. ده كويس جدا. طبعا مفيش حاجة بتحصل عشان العربية دي متسابة، المفروض كده. بس دلوقتي نقدر نفتح. كنا ممكن نفتح كبوت العربية بس مش دلوقتي. فده هيكون تحدي، لازم نشيل كل كمية التلج دي عشان نشوف ايه اللي جوه، صح؟ ده هياخد وقت شوية، لازم نشيل التلج كله من هنا عشان نشوف ايه اللي جوه الموتور. ازاي اقدر افتحه؟ في حبل عليه مقبض. اظن اقدر، انا عارف ازاي نقدر نفتحه. ايوه اشتغل. واو ده رائع. احنا شايفين الموتور الألماني الأصلي الكلاسيكي. ده موتور ألماني قديم بالكوربوراتور. أيوة. يلا نشوف نظام الوقود. طبعا احنا ما عندناش بطارية، الأسلاك دي فاضية، بس معايا واحدة زيادة في شنطتي. على فكرة يا جماعة، لو لسه بتتفرجوا على الفيديو ده يا رب تكونوا مستمتعين وأنا بلقي العربيات المتروكة وبشغلها. وكمان لو بتحبوا مغامرات سلاف ما تنسوش تشتركوا وتدوسوا على زر الجرس عشان توصلكوا كل الإشعارات. ده مهم جدا بالنسبة لي. أنا عايزكم تشوفوا كل مغامراتي وده هيكون ممتع جدا، فلو سمحتوا اشتركوا. دلوقتي محتاجين ندور على البطارية، لازم نشوف إذا في زيت، في شوية زيت. أنا هفترض إن في زيت كتير فعلا، صح؟ وإيه أخبار البنزين؟ يا نهار أبيض، بص في شوية بنزين جوه، تقدر تشوف ده؟ يلا نركب البطارية ونشوف ايه اللي هيحصل. انا شايل الشنطة دي معايا، اغلب وزنها من البطارية بتاعتي، صح؟ يلا نركبها. الموجب. اوه شفت اللي حصل؟ يا نهار ابيض، الصوت ده جامد جدا. ده معناه ان في كهرباء وده كويس جدا. يلا نجرب ندور الموتور. ايوه كده في اشتعال، اظنه كده تمام. عندنا خبر حلو وخبر وحش. الموتور بتاعنا مش قافش. الخبر الوحش ان لازم نصلحه عشان نقدر نشغله طبعا. تمام، الموضوع كان اصعب مما كنت متخيل يا جماعة. أظن لازم نتصل بجافن اللي هو سبرانكي الأزرق عشان نقوله أكتر عن الموضوع ده. إيه الأخبار يا جافين؟ أيوة، فيه شوية صعوبات ومشاكل في الموتور وحاجات تانية والعربية كلها غرزانة، بس أظن إني أقدر أعمل كل اللي أقدر عليه عشان أصلح العربية دي مخصوص ليك. فهمت، بس لو واجهتك أي صعوبات ممكن تكلم صحابك يساعدوك. دي فكرة كويسة. أظن إني هكلم صحابي قريب. أيوة أكيد هحتاج دعمهم. من فضلك استعجل شوية، أنا فعلا محتاج عربيتي. ما تقلقش، هرجع لك العربية دي. إحنا عندنا بنزين وعندنا كهرباء. لازم كمان نراجع الشرارة طبعا، السلك ده مهم جدا. حالة الحاجة دي وحشة، يمكن محتاجين ننظفها وكل حاجة هتشتغل. أيوة بص في تراب كتير، يلا نجرب تاني مرة كمان. أيوة عملناها، ده رائع. هي شغالة نوعا ما. بص على الموتور القديم ده، هو مش شغال زي ما المفروض يشتغل بس ماشي الحال. يلا نرجع السلك ده مكانه، ده رائع. يعني نقدر نشغل الموتور ده. يلا نشوف لو نقدر نسوق العربية. تمام. واو الصالون مريح جدا، عجبني قوي. بص في فتيس، في 4 سرعات وواحدة للخلف. يلا بينا نتحرك لقدام. يا نهار أبيض إحنا بنتحرك، ده رائع. يعني العربية دي فعلا بتشتغل وبتتحرك. فأعتقد لازم نشيل التلج ده كله من قدامنا، أو بصراحة مش عايز أعمل كده لأني مش معايا جاروف.
هكلم صاحبي وهو هيجيب عربية تانية علشان نطلعها من هنا، ماشي؟ يلا بينا نعمل كده. دي عربيتي النيسان السوداء بتاعتي باث فايندر، وصاحبي أنطون جاب العربية علشان ينقذ العربية المتسابية دي. أنطون ما بيعرفش يتكلم إنجليزي ودي المشكلة. أيوة. لا، هو ما بيعرفش يتكلم إنجليزي، بس أنا لقيته وأنا بدور على عربية متسابية تانية، بس دي كانت عربية إسعاف. ممكن تستخدم التلميح ده عشان تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت لما قابلت أنطون. في الحقيقة أنطون كان بيموت، بس أنا أنقذته وخليته عايش. أيوة أنطون. أيوة. يمكن لازم يتعلم إنجليزي. أنت بتعرف تتكلم أي لغة؟ يلا لغة صح، من المدرسة فاكر اللغة. إنجليزي. أنطون بتتكلمها؟ اوقف انت اسأل. اوقف. قول إيه؟ عيدها تاني. أتحداك مرتين. مش قادر أفهمك أنطون. انت مش قادر تفهمني، مش فاهم انا. باروس. اسمك إيه؟ أنطون، ده كويس. إحنا بنتكلم دلوقتي، ده رائع. فإحنا محتاجين نطلع العربية دي. ده صاحبك صح؟ أنا أظن إنهم بيعملوا حاجة عشان يطلعوا العربية من الموقف اللي فيه تلج ده. أظن المرة الجاية هجيب معايا الجاروف، يمكن يكون أسهل. بس مين عارف، يمكن يكونوا محترفين، يمكن عارفين هما بيعملوا إيه. بصوا يا جماعة، إحنا ما خدناش بالنا من حاجة مثيرة. ظهر العربية دي شكله حلو، أيوة. مساحة الشنطة واسعة جدا، ويمكن نفكها أو نستعرضها أكثر في فيديوهاتنا الجاية. لو مهتمين تعرفوا أكثر عن العربية دي اكتبوا تعليقاتكم براحتكم. يمكن لازم نستعرض شنطة العربية دي. طيب، بس دلوقتي لازم نطلعها من التلج. اقعد قولي سوق. ايوه اقعد. أيوة ماشي، مفيش مشكلة. ماشي. شغال حلو. في حاجة غلط في الموتور. ده جامد، احنا عملناها. ايوه ده رائع، شغال كويس جدا. انا حبيت العربية دي من دلوقتي، ده جميل جدا. شكرا يا أنطون، شكرا. ده رائع. أنطون بيعمل كل حاجة ببلاش، مش عارف ليه. عشان انا انقذت حياته. ايوه عشان انا انقذت حياته. هو دايما بيساعدني في العربيات وحاجات تانية. ايوه. قولوا لي انتوا رأيكم ايه في الكومنتات؟ أنطون يتعلم انجليزي ولا ايه؟ ده كان رائع. طلعنا العربية دي من التلج، ودلوقتي كل حاجة تمام. العربية بتشتغل وبتتحرك، ودلوقتي أظن إني أقدر أسوقها لوحدي. تعالوا نكلم جافين تاني ونقوله الأخبار الحلوة، ماشي؟ أهلا يا جافين، عامل إيه؟ عندك أي أخبار؟ عندي خبر حلو جدا. صلحنا عربيتك، طلعناها من التلج، ودلوقتي شغالة وبتتحرك. ده جامد جدا صح؟ ده رائع. تقدر تجيبها للقاعدة بتاعتك دلوقتي؟ ماشي. يبقى دلوقتي أنا هساقها بنفسي. أنت موافق على كده؟ مفيش أي مشاكل خالص. اعمل كده. شكرا. أنا هجيب عربيتك بنفسي لقعدتي، وبعدين نشوف هنعمل إيه، ماشي؟ يلا بينا نعملها. أيوة شكرا. أنتون، إحنا نقدر نسوق العربية دي؟ يلا بينا. أنتون اقعد. أيوة اقعد. المصور ممكن تقعد برضو؟ يلا بينا. يلا نجرب العربية الجديدة. طيب يلا نبدأ. شغالة. ده رائع، ده جامد قوي. أنا بحب كده، إحنا بنتحرك. يا نهار أبيض، ده حلو قوي. والفرامل كمان. أيوة الفرامل شغالة. ده جنان. المساحات شغالة كمان. في عربيات كتير هنا، الموضوع خطر شوية. أنت بتحب العربية دي؟ كويسة. أنا بحب العربية دي جامدة. أنا بحب العربية دي جدا. هي قديمة بس مميزة جدا. إزاي تكون؟ واو، العربية دي سريعة جدا فعلا، وكمان سهلة في التحكم. والأنوار شغالة كمان. ده رائع، أنا بحبها. وكمان قوية. يوهو.
ايوه ده رائع. يلا بينا. ده جامد جدا. كل حاجة شغالة تمام يا جماعة. ده كان حلو جدا. انا بحب العربية دي، سريعة جدا وشرسة جدا، جميلة قوي يا جماعة. بس اظن لازم نكلم سبرانكي الازرق، قول له ان كل حاجة تمام. ماشي، انا هكلم جافين دلوقتي. ماشي. أيوة. الو يا جافين، كل حاجة تمام؟ جبنا عربيتك قريب من القاعدة بتاعتي، نعمل ايه بعد كده؟ سيبها زي ما هي كده، وأنا هاجي أخدها الساعة 3 الصبح. ماشي. شكرا لك. مفيش مشكلة، زي ما بتقول مفيش مشكلة، هسيبها عندي في القاعدة. مع السلامة. يا جماعة، النهاردة الساعة 3 الفجر جافن سبرانكي هيجي عندي في القاعدة عشان ياخد عربيته. بس لو قدرنا نوصل ل30,000 لايك على الفيديو ده، هنقدر نوريكم ازاي الموضوع هيحصل. عندي كاميرات مراقبة سرية كتير في كل مكان. لو عايزين تشوفوا ازاي سبرانكي بيطلع عربيته عندي في القاعدة، اكتبوا في التعليقات وسيبوا لايكاتكم. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس عشان ما يفوتكوش فيديوهاتي الجاية. بس كده. ودلوقتي هنجيب العربية عندي في القاعدة وخلاص كده. شكرا لمشاهدتكم. أنا اسمي سلاف. باي. دي كانت قناة مغامرات سلاف.